أهلا بيكم. الله على حاجة سخنة في الجو ده تدفي. في الفيديو النهاردة هنعمل مع بعض هوت شوكليت المزاج. يلا بينا على الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان تشوفوا كل جديد. ويلا على وصفتنا عشان نعملها مع بعض. كوباية من اللبن البارد، ومعاها كمان معلقة من الكاكاو. الكاكاو هنا خام غير محلى، وكمان معلقة من النسكافيه، ومعلقتين من السكر او حسب الرغبة، ممكن تزودوا او تقللوا، وفانيليا. ولو مش موجودة الفانيليا سائلة نقدر نحط الفانيليا البودر العادي. ونقلب كل المكونات مع بعض لحد السكر ما يدوب، وكمان اي تكتلات في الكاكاو تختفي. كده بقى جاهز. نحطه على النار على طول، وهو على النار دايما ايدينا موجودة فيه بالتقليب المستمر علشان الكاكاو ما يبتديش ان هو يتحرق معانا وهو على النار. نفضل نقلب كده لحد ما كل المكونات تتجانس بالشكل ده. شايفين بقى لونه عامل ازاي؟ اول ما يبتدي ان هو يغلي انا هنسيبه بس غلوة واحدة على النار، وبعد كده برفعه كده. خلاص، دي الغلوة الأخيرة. بعد كده بطفي عليه النار وبرفعه كده، بيكون خلاص معانا جاهز. الخطوة اللي أنا هعملها ديت اختياري، تقدروا تعملوها أو تستغنوا عنها. أنا هنا هضربه بالميكسي، تقدروا إن انتوا تضربوه بالمضرب العادي أو مضرب النسكافيه لو موجود، أو إن انتوا ما تضربوهاش لو انتوا مش حابين. كل الحالات تؤدي الى حاجة واحدة، بس هو هنا بنحس ان هي بتخلط كل المكونات بقى لو في اي تكتلات او في اي حاجة، وكمان بتدينا شوية رغوة كده فوق الوش، يعني حاجة بسيطة يعني. ودي برضو زي ما قلت لكم اختياري. شايفين بقى درجة اللون مع الشكل بتاعه، يعني وهو لوحده بيتحط في المج ده يعني بيدفي لوحده. مزاج. لحد اخر نقطة لازم ناخدهم، ونزينهم من فوق الوش كده بشوية من الكاكاو، وكمان شوية من النسكافيه كده، وعشان يدينا قرمشة كده حلوة شوية من السكر من فوق الوش. بجد مزاج مزاجي يعني. ده كده الشكل بتاعه. طعم النسكافيه مع الكاكاو يعني حاجة رهيبة لعشاق النسكافيه وعشاق الكاكاو الاتنين مع بعض. يعني حاجة ملهاش حل، طعم خطير. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير. وشكرا ليكم وشكرا للمشاهدة، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.